يا صباح الفل عليكم جميعا. ألف ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره. النادي الأهلي امبارح قدم مباراة قوية جدا أمام نادي الوداد البيضاوي في ملعبه، في ملعب مركب محمد الخامس في كازابلانكا. طبعا الأداء امبارح كان ممتاز. النادي الأهلي لعب بطريقته المعتادة، 4-2-3-1. ما غيرش طريقته. كل الناس كانت بتتكلم ان هو لازم يلعب بثلاثة ديفندر، ستارة قدام المدافعين، على اساس يقلل من ضغط نادي الوداد، خاصة هو في ارضه. لكن امبارح الراجل موسيماني ما غيرش في طريقته، لعب بنفس الشكل اللي هو متعود عليه مع النادي الاهلي خلال مباراته الاخيرة. شفنا النادي الاهلي امبارح في ملعب مركب الخامس كان بيلعب كأنه في القاهرة، كأنه في الاستاد. اللي يتفرج على المباراة مش عارف الأهلي بيلعب فين، هل دي القاهرة ولا المغرب. فعلا. ده برضو هنرجع نقول ان الجمهور اكيد فارق. جمهور المغرب اكيد بيدي روح وبيدي دفع قوية جدا للعيبة نادي الوداد. كمان نادي الوداد كان عنده اصابات، كان عنده مشاكل في خط الدفاع، والاهلي استغلها كويس جدا وقدر ان هو يتعامل مع المباراة بشكل اكتر من رائع. شفنا موسيماني امبارح كان مثبت الاربعه اللي ورا، كان بيطير الجناحين في اوقات كتير. وقت الدفاع كان في دفاع كومباك من النادي الاهلي كله، كان بنلاقي ستاره زي ما كنا بنقول عمرو السوليه وديانج في كل وقت موجودين. كنا بنلاقي قفشه بيرجع يضم مع خط الوسط. اجاييه وحسين الشحات كانوا بيضموا مع الجناحين او الباكين هاني ومعلول. شفنا امبارح المباراه فعلا كانت ممتازه. النادي الاهلي قدر ان هو يكسب الوداد في ارضه في المغرب. النتيجه دي ما حصلتش في المغرب من اكتر من 4 سنين. كان اخر مباراه هزم فيها نادي الوداد على ارضه كان برضه النادي الاهلي سنه 2016 بهدف رامي ربيعه. مبروك مبروك للنادي الاهلي. لكن مش عايزين نبالغ في الفرحه يا جماعه، لسه في مباراه تانية. الاصابات بتاعه نادي الوداد اكيد هتكون خفت. هيبقى داعم قوي جدا لفرقته. المدرب بتاعهم النهارده شفناه بيتكلم تصريحات قويه جدا ان هو مش خايف، ان هو هيجي القاهره وعايز يتاهل من القاهره. الجمهور ما يبالغش في الفرحه. الاداء كويس جدا، نتيجه ايجابيه ونتيجه محترمه وما حصلتش من زمان. ولكن في مباراة تانية، في شوط تاني، في 90 دقيقة تانيين. لازم النادي الأهلي اللعيبة تركز كويس جدا، تأكد فوزها، تأكد انتصارها، وتأكد تفوقها على نادي الوداد. إن شاء الله بالتوفيق للنادي الأهلي. إن شاء الله يتأهل من القاهرة بإذن الله. إن شاء الله النهاردة عندنا مباراة الزمالك والرجاء. بالتوفيق 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 لنادي الزمالك. كلنا النهارده بنشجع نادي الزمالك، كلنا مصريين، كلنا في ظهر نادي الزمالك. البطوله ان شاء الله نهائي يكون افريقي مصري على استاد القاهره. نادي الزمالك النهارده عنده غيابات، نتمنى ما تاثرش عليه. الزمالك لازم يكون عنده دافع. شاف مباراه الاهلي امبارح، عرف النتيجه، لازم كمان هو يقدر يعمل ضغط على لاعيبه الرجاء. الدفاع فيه مشاكل، في ناس كتير مش موجودة، لكن ان شاء الله بالرجولة وبالروح نادي الزمالك يقدر يرجع القاهرة بنتيجة ايجابية. ان شاء الله نتمنى لو مش تعادل يبقى يقدر ان هو يحقق الفوز هناك. اهم حاجة ان شاء الله ان الزمالك ما يخسرش، وباذن الله باذن الله تكون مباراة مهمة جدا، وكلنا في ظهر نادي الزمالك ونبارك له ان شاء الله زي ما باركنا النادي الاهلي. وبالتوفيق ان شاء الله النهارده الساعه 9 كلنا هنشجع نادي الزمالك لانه نادي المصري. ونتمنى باذن الله تعالى التوفيق ليه. تحياتي لحضراتكم جميعا. اتمنى اشوفكم على خير، والسلام عليكم.